صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتحضروا هذا الفيديو. دونك اليوم درت لكم واحد الفيديو مبدل كاع على لي فيديو اللي مولفين كتلقاو من القناه. دونك قلت نجرب شي حاجه جديده، شي حاجه اللي خارجه طوندونس. اللي هما هاد لي بوشيط كريب كما كتلاحظوا. انا هادو درتهم نيوتيلا. المهم كل واحد والفكره ديالو ديال التزيين. انا حاولت نقترح لكم افكار بزاف باش هكا نتوما تبدلوا يعني في الطبله ديالكم. تقدروا ديروهم مالحين كما انكم تقدروا ديروهم حلوين. وكذلك حطيت لكم واحد الفيديو قصير على لي بانكيك كما كتلاحظوا ان شاء الله. يعني الفيديو القادم غيكون على البانكيك. دونك بقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو ونبداو الوصفه على بركه الله. الو بالنسبه للمقادير كما كتلاحظوا هما هادو اللي قدامنا. عندنا 3 البيضات، عندنا ساشي ديال الفاني. دونك كما كتلاحظوا حيت حنا غادي نديروهم حلوين. كنتو غادي ديروهم نتوما يعني مالحين صالي غادي ديروا بلاصه معلقه صغيره ديال السكر غير باش يتحمروا لينا. دونك عندنا الزيت كما كتلاحظوا. انا نحط لكم كلشي بالغرام في صندوق الوصف. عندنا 50 غرام ديال الزبده دايبه. دونك هذا الميلونج بين الزيت والزبده هو اللي كيعطي داك الخفه لي كريب ديالنا. وعندنا سيترو الحليب بيان سور حيت هنا ما كيكونش كامل السيترو كما كتلاحظوا 470. دونك هنا غادي نكملوا به السيترو ديال الحليب. وعندنا هنا الدقيق الابيض يكون نوعيه يعني جيده ديال الحلويات الى توفر الافضل غادي نغربلوه. دونك اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نخلطوا السوائل ديالنا هما الاولين ونخلطوهم بالطراب اليدوي وعاد ندوزوهم في الميكسور كما كتلاحظوا. الا كاين عندكم البلندر او مولينكس دونك كتخلطوا كل شيء في مولينكس من الاول وعاد غادي نصفيو المكونات وبقاو معايا نمشيو مرحله بمرحله. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها بيان سور هو الحليب كما كتلاحظوا. دونك الا كان عندكم غير السيترو وما عندكمش باش يعني تكملوا يعني هذا كما قلت لكم فيه 470 تقدروا تكملوا البقيه يعني غير بالماء. تقريبا غادي نضيف واحد 2 معالق كبار. غادي نزيد الزيت ديالي واحد 30 غرام كما كتلاحظوا. وغادي نزيد الزبده وما نساوش كذلك قبيصه ديال الملحه ضروريه كما كانوا حلوين ولا يعني مالحين. كما كتلاحظوا الزبده راه عندي هنايا 50 غرام يعني دايبه ماشي 50 غرام تعبروها في الاول اللي هي يعني تقريبا فايته 4 كاس كما كتلاحظوا. دونك 4 على لتحت يعني ماشي النصف هنايا. دونك تذوبوها وتخليوها تبرد واحد شويه ضروري ما نستعملوهاش سخونه. وكما قلت لكم الا عندكم مولينكس ولا البلندر كتخلطوا كلشي في الاول. دونك دابا غادي نضيف قبيصه ديال الملحه كما كتلاحظوا حيت الملحه هي اللي كتعدل لنا المذاق. وغادي نضيفوا البيض دونك كما كتلاحظوا دونك 2 هذه الثالثه. وغادي نخلطوا الكل جيدا غير باش ينسجموا لنا شويه وصافي. غادي نخلطهم بالميكسور. بالميكسور غادي نخلطهم تقريبا واحد 3 دقائق يتخلطوا مزيان المكونات نتاكدوا انهم تخلطوا. وعاد غادي نزيدوا الدقيق اللي غادي نغربلو ونزيدوا. دونك غادي يبقى لينا سكر فاني كما كتلاحظوا. ودابا غناخذ الميكسور ديالي باش نخلط الكل جيدا. دونك انا غادي نخلط المكونات واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق تقريبا ونرجع معكم ان شاء الله. الو كما كتلاحظوا من بعد ما خلطنا المكونات جيدا معليش هانتوما كما كتلاحظوا حاولوا الزبده كما قلت لكم تكون يلاه ذوبتها غير طفى حيت دابا شويه الحال بارد. ودابا غادي نزيدوا الدقيق ديالنا بيان سور لي كريب ما كنديروش فيهم الخميره باش ما يتقبوش لينا بحيث خصهم يجيو يعني شكل واحد. وهانتوما معايا صافي. هنايا غادي نغربل الدقيق ديالي كما كتلاحظوا. وكما كتلاحظوا كيدير ديك الكشكوشه داكشي علاش قلت لكم غادي نصفيوه. نديروا الدقيق من الافضل دائما تغربلوه. وعاد غادي نرجعوا عاوتاني نخلطوه شويه بالمضرب اليدوي وعاد نديروا دونك الميكسور
وحتى في مولينكس غادي ديروا كذلك نفس القضيه، غديروا الدقيق وغطحنوه بمولينكس واحد 30 ثانيه، ما تفوتوهاش حيت الدقيق ما كيبغيش انه يتطحن بزاف، يعني غير يتخلط لينا. وغادي نرجعوا نصفيوه هانتوما معايا. فوالا دونك كده نخلطوه باش ما يطايرش علينا. وغادي نخليو هذا الخليط الا كان ممكن واحد 30 دقيقه باش يرتاح، ولا كاع ربع ساعه 10 دقائق. هو كل ما ارتاح كل ما كان احسن. ما قديتوش تقدروا تخدموا به ديك الساعه ماشي مشكل. دونك فوالا ها هو الخليط ديالنا كما كتلاحظوا. دابا غادي نصفيوه كما قلت لكم وغادي نخليوه يرتاح وصافي. المده اللي قديتو تخليوه انه يرتاح كما قلت لكم واخا حتى 30 دقيقه، ما عندنا فيه لا خميره حتى شي حاجه. وديك الساعه غادي ندوزو نطيبوه. دونك فوالا هانتوما الخليط ديالنا كيفاش كيجي على هذا الشكل من كنصفيوه، يعني كتبقى لنا غير ديك العجين صافي. دابا غادي نغطيه ونخليه يرتاح كما قلت لكم، ومن غنبدا ان شاء الله نطيب نرجع معكم. الوغ هنايا خديت المقله ديالي كما كتلاحظوا ديال الضو كتجي على هذا الشكل. دونك نديرو البريز ديال الضو. دونك فوالا هذه الخشيبه باش كتقلبوا، وهذه خلاص. دونك هذه انا الصراحه مازال ما شداش ليها العبار كما كتلاحظوا. باش نوريكم دونك كتسخن على هذا الشكل. وهنايا عندكم دونك درجات، حنا غنسخنوها مزيان ضروري، خص المقله تكون سخونه هي الاول. فوالا وصافي. هنايا ها هو الخليط ديالنا كما كتلاحظوا. كنتمنى يكون كلشي كيبان لكم. وصافي غتبدا تسخن. دونك في الاول نسخنوها مزيان. فوالا دونك الماكسيموم وصافي. بسم الله. ساعات نتوما شوفوا كيفاش كيجي الخليط، ما فيه لا حبيبات لا حتى شي حاجه. تاكدوا من هذه النقطه هذه. وغادي نبداو نطيبوا هنايا. سينو تقدروا تاخذوا دونك المقله بحال هذا الشكل. هذه تا كانت شوف راه تقريبا قدها ولا كبر منها شويه. دونك حتى هي كتخويو الخليط هنايا بيان سور تكون سخونه وكدوروا دونك على هذا الشكل. دونك انا نحاول نصورها لكم حتى هي باش هكا اللي ما عندهمش هاد لاباغاي يخدموا غير بالمقله. وهما لي كريب كل ما كانوا كبار باش كنعمرهم بالحشوه كيجيو احسن. دونك من بعد ما خويت الخليط ديالي كما كتلاحظوا كنستسمح انا كنسحبني الكاميرا باقا خدامه ساعه لقيتها طفات. دونك هنا غناخذ واحد المنديل، ضروري انكم ديروا منديل هنايا باش يبقاو لك رطيبين كما كتلاحظوا. نكحز لكم هكا. دونك فوالا وغادي نغطيوهم وغادي نستمر على هذا الشكل. دونك نغطيوها على هذا الشكل هذا وصافي. نحاولوا نقصوا شويه يعني من درجه الحراره. بالنسبه للناس كما قلت لكم اللي بحالي ما ميتريزيش هذيك مزيان، دونك غادي ناخذو بحال هذا الشكل كتعمروا وكتحاولوا تدوروا هكا كما قلت لكم. نفس القضيه يعني بالنسبه للمقله. ها نتوما صافي. اوبس. دونك انا نقصت شويه درجه الحراره حيت سخنات مزيان وصافي. كتسناو غير تبدا شويه هكا يعني تحاولوا انكم الجوانب ديالكم كطيب. غادي نقلبوها باش تعطينا كما قلت لكم هذا الشكل هذا اللي هنايا وصافي. حتى غادي نساليو الخليط كامل ان شاء الله. وكما قلت لكم بالنسبه للناس اللي غيستعملوا غير المقله العاديه فوق البوطه راه نفس القضيه. كتخويو وكتحركوا مزيان هكا باش تجيكم طبقه متساويه كما كتلاحظوا. غير هي كتحضيو معاها راه دغيا كتبدا طيب هكا. يعني كنحاولوا باش ما تخسرش لينا الكريب ديالنا. وهنا كنقلبوها كما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا راه كيجي خفيف فريمون خفيف.
الوغ لي كريب ديالنا من بعد ما وجدوا وسالينا دونك الخليط ديالنا كما كنقول لكم اكيد غطيوهم شي منيدير نقي بحال هكا ضروري باش ما يقصحوش لكم الجناب اول حاجه وباش يبقاو حتى هما رطيبين. دونك نشوفوهم. دونك فوالا هانتوما راه كتعطي تبارك الله كميه لا باس بها، ولكن ما كتلاحظوا كيجيو على هذا الشكل. هانتوما راه خفاف، ما كيجيو لا معجنين لا حتى شي حاجه. هانتوما لاحظوا راه فريمون خفاف. هانتوما كي الريشه. هانتوما هذا الشكل ديالهم كما كتلاحظوا. هذه كانت حمرات ليا واحد شويه معليش. ايوا هما هادو. هانتوما راه تبارك الله. دونك شحال من وحده باقا تماك لتحت. وبالنسبه كما قلت لكم العماره كتبقى كل واحد الاختيار ديالو. انا غنديرهم يمكن على شكل بروشيت. دونك غادي نشارك معكم اكيد يعني الطريقه هكا كتبدلوا شويه على الحاجه المعتاده اننا يعني كنطويوهم يعني اللي معروفه انك تطوي اما على هذا الشكل ديال الفورمه يعني هكا. هذه الفورمه اللي معتمده عند كلشي تقريبا على هذا الشكل. وكتعمر هنا بالكونفيتور، كاين اللي كيعمرها بالشوكولا وكتعمرها بالبنان. كتجي دونك على هذا الشكل هذا. ولا كما قلت لكم تقدروا ديروهم على شكل بروشيت كما غادي نوريكم ان شاء الله. بالنسبه للمالحين فاكيد غادي نشارك معكم شي وصفه باش هكا نخلط لكم سكري والسالي. الوغ هنا بالنسبه طريقه التقديم كتبقى اختياريه. دونك انا اليوم فكرت انني غادي نقدمهم بشكل مختلف. غادي ندير دي بروشيت كريب. دونك انتم غتشوفوا معايا كيفاش. دونك هنا عندي لي فروي. دونك خديت الفخاز والتفاح. تقدروا تستعملوا اي فروي، البنان، المهم داكشي اللي كيتواتا، الكيوي اللي كيتواتا مع الكريب. دونك انا غندير هذه هي اليدين الاولى وغتشوفوا. دونك انا غادي نخليوهم يعني بغيت نخليهم ناتور، زعما ما نعمرهم حتى شي حاجه باش تشوفوا الريزولطا كيفاش غادي تجي او النتيجه النهائيه. دونك هنا غنشد الكريب ديالي وغادي نلويها على هذا الشكل هذا. حاولوا تزيروا واحد شويه فوالا بحال هكا. وغادي ناخذوا واحد الموس كما كتلاحظوا. دونك هذا الطبسيل فاش غادي نقدم وغادي نقطعوهم. انا نوريكم هنا. نتمنى انه كيبان لكم. وغادي نقطعوهم على هذا الشكل هذا. دونك نتوما القياس اللي باغيين ديروهم اما طوال. دونك اما كنمشيو على هذا الشكل هذا حاولوا يكونوا. دونك فوالا كما كتلاحظوا تقدروا كما قلت لكم تستعملوا هادو ولا تستعملوا بحال هادو لكم الاختيار. دونك انا غادي غير نديكوري بها. وبالنسبه دونك طريقه التقديم دونك انا غندير لكم غير كفكره وصافي. دونك ناخذ الفخاز هو الاول. بسم الله. بحال هذا الشكل هذا. اما كما قلت لكم غتخليوهم هكا يجيو على هذا الشكل هكا كما كتلاحظوا، اما ديروهم هكا بشكل طولي. ديروا مثلا اختاروا شي وحده شويه صغيره ديروا هكا مثلا. وانتم لكم الاختيار كما بغيتوا انهم كما كتلاحظوا يجيو بحال هكا وصافي. تقدروا تزيدوا عاوتاني هنا خيزه هكا. تقدروا كما قلت لكم ديروا هذا هكا بشكل طولي كما كتلاحظوا. هانتوما شي كتبدلوا المناظر. وتقدروا تعمروهم من الداخل. نعمرهم معكم حتى انا بالشوكولا. هذا غير كاقتراح وصافي. دونك هذا الشكل ما قبل النهائي كما كتلاحظوا كيجي على هذا الشكل هذا. دونك هما لي كريب ديالنا كيفاش تيجيو. المهم هذه غير فكره ديال التقديم وصافي. هانتوما كما قلت لكم تقدروا ديروهم املو بالعسل. انا باقي نعطيكم افكار اخرى. دونك هما لي كريب كيفاش تيجيو. دونك هذه كما قلت لكم كنديروا غير لاجل التزيين وصافي.
دونك هنا ناخدو نوتيلا وندهنو بها دونك الكريب ديالنا. ونقدروا تستعملوا دونك اما يعني هكا اللوز مهرمش كما كتلاحظوا، اما هكا طريفات ديال الفخاز، المهم لكم الاختيار اللي بغيتو، اما ديروا هكا طريفات ديال البنان اوسي. وصلت معكم نهايه الفيديو، كنتمنى يا ربي هاد الاقتراحات نالت الاعجاب ديالكم. دونك كما قلت لكم فكره جديده وعصريه كيفاش تذوقوا الطبله ديالكم بلا كريب وبلي فخوي، حتى الوليدات يتشجعوا ياكلوا لي فخوي. وان شاء الله الاسبوع المقبل نحط لكم وصفات مالحين، بما ان شاء الله رمضان على الابواب. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه للناس الجداد، دائما ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس، ومرحبا بكم معنا. وبالنسبه للناس قدام راه تبارك الله عارفين، خليو لينا شي كومونتير، تسلاو ليا فراسكم. الى الفيديو القادم.